السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا قبل كده اتكلمنا مع بعض عن مقاومة الانسولين. اتكلمنا عن الاعراض، اتكلمنا ازاي نعرف ان احنا عندنا مقاومة انسولين او لا. ان شاء الله باذن الله هنعرف النهاردة مع بعض اسباب مقاومة الأنسولين أو الأسباب اللي بتخلي عندنا مقاومة أنسولين. أول حاجة هنتكلم فيها تناول السكريات، يعني أكون باخد سكريات كتير، سكريات بكمية كبيرة جدا. ومش بس السكر اللي هو السكر الأبيض أو السكر الصريح اللي احنا بنحطه في الشاي، لا خالص. ممكن يكون عن طريق النشويات اللي احنا بناخدها، الكربوهيدرات اللي احنا بناخدها. انا باكل كميات عيش كبيره، باكل كميه مخبوزات كبيره. طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده ان الحاجات دي يعني مضره جدا، ومن اسباب ان احنا يكون عندنا مقاومه انسولين، او او نكون عرضه للاصابه بمقاومه الانسولين، او الاصابه بمرض السكر. طيب تاني حاجه بنقول قلة النشاط الحركي. يعني ايه؟ انا ما بتحركش زي ما قلنا قبل كده، انا طول الوقت قاعدة. يعني حد مثلا شغله مثلا تقريبا 8 ساعات 9 ساعات بيكون قاعد على مكتب، ما بيتحركش في خلال ال8 ساعات دول او في خلال الوقت اللي هو قاعده على المكتب. دي مشكلة كبيرة. حد كمان قاعد في البيت بس يا دوب مثلا على قد انه الطبيخ، على قد ان شغل البيت ده كمان مش رياضة. ما حدش يقول ان انا بتحرك في البيت، انا بعمل الاكل، انا بروق، انا بنظف، انا بعمل الكلام دوت. مش رياضة، وما بيكونش تقريبا يعني حركة ما بتحرقش دهون. يعني اللي محتاج يعمل محتاج رياضة. يعني رياضة تكون مشي. ممكن امشي لدرجة احس ان ضربات قلبي بدأت تزيد. ممكن العب رياضة، ممكن انط الحبل، ممكن نرقص، نعمل اي نشاط يخلينا، او اي حركة تخلينا نحس بضربات قلبنا او دقات قلبنا تكون بدأت تبقى سريعة. طبعا ده كمان الجلوس لفترات طويلة طول الوقت. مثلا بكون قاعدة لي مثلا 3 4 ساعات متواصل، ساعتين متواصل ما بقومش بينهم. ده برضو من اكتر الاضرار على صحتنا. يعني ما ينفعش ان احنا مثلا نقضي وقت كده 5 6 ساعات مثلا متواصل قاعدين، 4 ساعات متواصل قاعدين. برضو ما ينفعش. طيب ايه كمان؟ في حاجة كمان اللي هو ان احنا مثلا بناخد فواكه كتير ونقول دي سكريات طبيعية. ابدا، هي مش هي سكريات طبيعية، بس هي مضرة. يعني هي برضو كترها غلط، والمفروض ان احنا بنستخدمها بحساب. طبعا في انواع من انواع الفاكهة ممنوعة تماما على مرضى السكر. ان شاء الله هناخد، يعني هنعمل حلقة للفواكه مخصوص، ونعرف ايه اللي ممكن ناخده وايه اللي ممكن ما ناخدوش. زي ما قلنا السكر بتاع اللي هو سكر بتاع الفاكهة او السكر الفركتوز دون بيطلع لنا من الفاكهة. طيب برضو كترها مش تمام. يعني احنا في حاجات ممنوعين منها تماما، وفي حاجات مسموح ان احنا ناخد منها كميات بسيطة. يعني مش هاكل لي مثلا في اليوم 5 6 برتقانات واقول اصل البرتقان ما فيهوش حاجة. لا، البرتقان من السكريات. البطيخ ما اروحش اخد لي برضو بطيخ او طبق بطيخ كبير واقول اصل البطيخ ده ميه ما فيهوش حاجه. البطيخ من اكبر الفواكه، او من اكتر الفواكه المضره جدا بمريض مقاومه الانسولين ومريض السكر. تمام. عندنا كمان زي كثرة تناول السناكس او الوجبات. يعني اللي يقول لنا مثلا انت المفروض تاخد 5 وجبات في اليوم بينهم سناكس، الكلام ده مش صح. انا قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل كده ان كل ما نكون قافلين بقنا كل ما يكون احسن. لكن انا كل ما هشغل بقي كل ما انسوليني هيبدأ يعلى، كل ما هيبدأ يدخل لي سكر، هيبقى ضغط على البنكرياس. دوت هيبقى هيسبب مجهود كبير قوي للبنكرياس وهرمون الانسولين طبعا. ونرجع تاني في دوامة ان الانسولين عايز يدخل السكر للخلايا، ويقعد يحاول مع الخلايا ان هو يدخل، والخلايا رافضة اصلا استقبال السكريات. عندنا كمان السمنة المفرطة. يعني حد وزنه زيادة قوي او حد اوفر ويت،
يعني وزنه كبير، ده كمان من الناس اللي هما بيكونوا عرضة للإصابة بمرض مقاومة الأنسولين أو بمرض السكر. طيب كمان في حاجة اللي هو زي ما قلنا قبل كده، محيط البطن عند الرجال. احنا قلنا لو محيط البطن عند الرجال أكبر من 40 سنتي، ده كمان بسبب من أسباب إن هو يكون عندي مقاومة أنسولين. طيب وعند النساء بيكون محيط البطن كام؟ 35 سنتي. طبعا ده حاجة سهلة قوي ان احنا نقيس في البيت ونعرف. اذا الرجال قلنا 40 سنتي، النساء 35 سنتي. طيب في حاجة كمان اللي هو التقدم في العمر، برضو من الأسباب اللي ممكن تؤدي لمرض السكر أو مرض مقاومة الأنسولين. زي مثلا كل ما حد بيكبر في السن نقول إيه، ده عنده ضغط وسكر، أو يعني معاه ضغط وسكر. طيب يبقى يعني خلاص كل ما الإنسان بيكبر في السن بيكون عرضة للأمراض دي. تمام. في حاجة كمان اللي هو وجود عامل وراثي، يعني مثلا حد من الناس الكبار اللي في عيلتنا، يعني مثلا والدي والدتي. العامل الوراثي برضو له دور. يعني لو حد عندنا مثلا من اهلنا عنده سكر، احنا كمان ممكن نكون عرضة للإصابة بمرض السكر او بمرض مقاومة الأنسولين. طيب حاجة كمان ارتفاع ضغط الدم. وايه كمان، وارتفاع الكوليسترول. الحاجتين دول برضو ممكن يخلوا عندنا مقاومة انسولين، او يخلوا عندنا سكر. زي ما انا قلت قبل كده من شوية صغيرين ان السكر والضغط تحس ان هما مرضين مرتبطين ببعض. اي حد عنده سكر يقولك اصل عنده ضغط دم مرتفع، اي حد عنده ضغط يقولك اصل عنده سكر. فالاتنين تحس ان هما مرتبطين مع بعض. طيب في حاجة انا قلت عليها قبل كده اللي هو نمط الحياة. يعني حد طول الوقت نمط حياته هو الرتابة، عدم التغيير، هو طول الوقت قاعد ما عندوش جديد. بيصحى النهاردة اللي بيعمله النهاردة بيعمله بكرة. انا بصحى الصبح بس يا دوب افطر، اروق شقتي او اروق بيتي، اودي ولادي المدرسة، ارجع اعمل الاكل، نقعد بعد كده خلاص مفيش حاجة تاني، ما عنديش جديد. ما بفكرش اعمل رياضة، ما بفكرش اتحرك. زي ما قلنا ان شاء الله واحدة واحدة هنغير كل الحاجات دي مع بعض، وبأمر الله هقول لكم على خطوات حلوة جدا، وهقول لكم نعمل رياضة مع بعض ازاي، وهنعمل اكل، وهنزل لكم وصفات حلوة جدا. وان شاء الله بإذن الله على رمضان بعد ما نخلص التعريفات ونخلص الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، هنزل لكم بقى وصفات كويسة حلوة قوي، وهنمشي مع بعض على أنظمة، وهقول لكم على أنظمة مفيدة جدا خسستني، وكمان مشروبات مفيدة جدا لينا عموما ولمرضى السكر ومرضى مقاومة الأنسولين. وهقول لكم على حاجات تقلل لنا من نسبة السكر في الدم. إن شاء الله تتابعوني وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك على الفيديوهات عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وأسيبكم في حفظ الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.